يسلم هالصوت. يسلم هالصوت، ويا ربي دائما هذا الصوت يبقى عالي مثل جبالكم حبيب الساحرة. قلبي تسلمون. يا رب. هالابداع هذا. شنو الموال شدش ولا الأغنية؟ الموال والأغنية. الموال والأغنية يعني كل واحد موضوع. الحمد لله. يلا يا ربي أيضا أنه هذه الحلقة تنال معجبيها كل الناس تتابع الأيوسي، وإن شاء الله يكون الجمهور يقول هذا محمود أنور بعده موجود على الساحة الغنائية، وكلش يحبك وكلش مشتاق لك. إذن يا هبة ناخذ فاصل. مشاهدينا اكيد انتم راح تضوجون لانه الجو كلش حلو يا فنانينا وخصوصا استاذ محمود انور، لكن راح نروح فاصل دقائق وراجعين، خليكم ويانا. إذن بعدنا مستمرين بهذه الأمسية الجميلة وستار شو، بعدها مستمر ويا كل مشاهد عراق انضم لمتابعة هذا البرنامج الجميل، وأكيد مع ضيوفنا اللي أكثر من ورود اليوم بستار شو، الأستاذ الكبير محمود أنور، وأيضا توبا المطربة التركية، وأيضا مستر مراد أيضا اليوم ضيفنا التركي، وأيضا هباوي وكل الناس تتابع ستار شو. رح نرجع أيضا ترجعين وين؟ خلونا مشاهدينا نرجع لمراد. مراد، أول أغنية اشتهرت بها أو أول أغنية ضربت إلك؟ Hangi şarkınız sizi zirveye çıkardı Murat Bey? Bütün şarkılarım benim çocuklarım gibi. كل أغاني مالتي مثل أطفالي. Yaptığım her şarkımı çok seviyorum. Ayırt etmiyorum. كل أغاني ما أفترق بيناتهم ما أفرق بيناتهم. Ama dinleyen yani sevenlerim arasında en çok öne çıkan şarkılar ما بين الأغاني اللي أنا غنيتها biraz önce gitarımla çaldığım Sanadır Yar. الأغنية سندر يار اللي قبل شوي ويا جيتاري غنيتها. Bir de biraz sonra söyleyeceğim Ben Sana Ölürüm isimli şarkım. وبعدين اللي راح أغني لها لكم عن Ben Sana Ölürüm. Bir de Nankör diye hareketli bir şarkım var. Onlar çok seviyorum. وأكو أغنية نانكر هي اللي اختاروها الجماهير، هاي 3 أغاني. لكن أكيد أكو أغنية يعني هي أول أغنية اشتهرت. İlk şarkı yani mutlaka bir şarkı vardır ki sizi zirveye çıkarmıştır dinleyiciler arasında. Yani bir şarkı değil de bu saydığım 3 şarkı diyebilirim. Bütün 5 ülkede ayrı dillerde söylendi. هالأغاني اللي 3 اللي عديتها لكم ب5 لغات همينة غنوها. استاذ مراد، احنا حابين نسمع منك شيء، شنو راح تسمعنا؟ Murat Bey sizden bir şarkı duymak istiyorlar. Bize ne duyuracaksın? Biraz önce merak ettikleri bir şarkım vardı ya hani sizi çıkaran şarkılardan gündeme getiren şarkılardan bir tanesi diye. Bu o şarkım Ben Sana Ölürüm. راح أغني هاي الأغنية اللي أنتوا قلتوا بيها أغنية لمعت Aha, حلو. Aynı zamanda Orta Doğu'da 3 dilde çevrildi. Bilmiyorum. نفس الأغنية اللي غنوها ب3 لغات. كلماته الأغنية؟ şarkı sözleri kime ait? Bana ait. حلو. كتبها بنفسه. Seni sevdim canım, inat etme alırım. Of, ben bu alırım. Seni çok çok sever, nasıl da kıskanırım. Of, kıskanırım. Bir canım var be gülüm, al o da senin, sana veririm. İki dudağından çıkan tek heceye bakar, öl de ölürüm. Ben sana ölürüm, 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 sana ölürüm. Sana değer
titrersen namerdim. Ölürüm, ölürüm sana ölürüm. Sana değer bunu bilirim. Oh, ben bilirim. Seni sevdim canım, inat etme alırım. Oh, ben alırım. Seni çok çok sever, nasıl da kıskanırım. Oh, kıskanırım. Bir canım var be gülüm, al o da senin, sana veririm. İki dudağından çıkan tek heceye bakar, öl de ölürüm. Ben sana 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 ölürüm. Ölürüm, ölürüm sana ölürüm. Sana değer bunu bilirim. Oh, ben bilirim. Çek vur titrersen namerdim. Ölürüm, ölürüm sana ölürüm. Kadir kıymet ben bilirim. Oh, ben bilirim. أستاذ محمود، كثير من المطربين سواء كانوا الشباب أو حتى النجوم غنوا لأغنياتك. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني هذا الشيء يفرحك ولا يضوجك يزعلك؟ الحقيقة يعني هي مو حالة تضوج، ولا أيضا هي يستمتع بها الفنان. يعني أنا مثلا إذا في كثير أصوات في بداياتها جديدة وغنت، حالة طبيعية جدا، لأنه هذا الشاب يريد يثبت وجوده بالساحة الغنائية، أي. فمن حقه يغني لفنانين زملاء سبقوه. أي. يعني ومثل ما أنا ظهرت على أساتذة سبقوني، بالطبيعي أنه في أصوات جديدة تحب تظهر. تأثروا بيك، متأثرين نعم بيك، يغنوا لك أغنياتك. يغنون هذه الأغاني لأنه يغنيها في برامج، أكيد برامج هواة يعني، فما ماكو ضير بالموضوع. لكن الضير أو اللي يغث الفنان الحقيقي عندما يعني تسجل أعماله بأصوات نجوم. يعني هذه كارثة أخلاقية أنا أعتبرها. صار الموضوع وياك. نعم، يعني أنا أحب أنه الإخوان الفنانين هذول الزملاء إذا شكل حضور وأصبح نجم لا يغني أغاني نجم آخر. إذا هو حاب يثبت نفسه بأعماله الجميلة ويقول أنا متميز، يقدم أعماله. ليش يعتمد على أعمال الزملاء؟ وربما تكون أغنيته مو ناجحة، يقول إنه أنا أخذ أغنية محمود أنور تكون هي تنجحني وأيضا تخليني نجم على الساحة الغنائية. لا، كنجم هو لأنه اسم. زين، يعني هو مو هاوي. أي هنا اختلفت العملية. نقدر مو نعرف هاوي، هو نجم. أقدم أعمال جديدة تخصني. ولا هي يعني ولا هو محمود أنور صار له 70 سنة حتى يقول فلكلور هم ما تريد تغني له. فهنا يعني أنت يعني أنا الحقيقة مجموعة كبيرة من الزملاء الفنانين غنوا أغاني إلي. من هم؟ يعني أنا إذا أذكر أسماء كثيرين، ولكن الحقيقة على زميل تعامل بتواضع وبأدب عالي معي وأصبح نجم عربي،
أفاجئ أنه قمت أشوف من خلال الشاشات العربية دا يبث أغنية بعد أغنية إلي، يعني دا يغنيهن بدون الرجوع إلي، بدون استئذاني، وعلاقتنا طيبة. يعني أنا اللي تفاجأت منه أنه ليش ما رجعت لي، ليش ما استأذنتني؟ منو؟ طب والعمل هذا هسه أقول لك اسمه، ليش أستعجل عليه؟ شوقتني اعرف منو يعني. بس اقول لك فيه خليك متشوق بس للاسم الحقيقه. انا الحقيقه العمل هو بالنتيجه اصبح ملك المطرب. مم. نعم، الاستاذ الكاتب والاستاذ الملحن هم اللي ابدعوا بهذا الثلاثي، هم اللي ابدعوا بهذا العمل، لكن بالمحصله لما انتجها المطرب معناها اصبحت لانه اخذوا حقوقهم. نعم. وهذا مو ضير، انه حلو من هذا الفنان لما يجي يستأذن انه يا اغني او لا ما اغني، اذا وافق المطرب حلو، ام يرجع مره ثانيه الى الكاتب او الى الملحن نعم. انه يا استاذ اقدر اغني الاغنيه اللي غناها هذا المفروض انه الفنان محمود انور. فالحقيقه عده اسماء، فارجو من هؤلاء الاخوان الفنانين انه يعيدون النظر بتعاملهم، لانه هي مساله اخلاقيه هذه وذوقيه. اها. واخص بالذكر، يعني انا ممتعض جدا للاسف، وصديق وكان لغه الاحترام عاليه بيناتنا، هو الفنان ماجد المهندس. ماجد المهندس يعني غنى اكثر من عمل الي، وان كان هو معجب بي، مثلا نفترض هو اعجب باعمالي وحب ينفذهم، طب يا اخي استاذن، ما هو في لغه احترام بيناتنا، وفي ممكن تقدر توصل لي باي وسيله من الوسائل من خلال زملاء. انا راح اقول يمكن انه هذا يمكن تحياتي لابو محمد ماجد المهندس اذا كان يتابعنا من خلال الايوسي وستار شو. ربما انه دا نشوف انه كثير من الفنانين ايضا مروا نفس الاتهام اللي انت اطلقته يمكن. لا هو قال عندي عتب، مو اتهام، عتب. أوكي. هو ربما انه كثير انه قالوا انه هذا اتهام، بس ربما كثير من الفنانين لا، انه هو يمكن يكون انتقاده لفنان ما مثل ماجد المهندس يكون انتقاده لهذا، بس انت يمكن باسلوب حلو ايضا بكلمات حلوه معبره وصلت لماجد المهندس، وان شاء الله انه اثنيناتكم تظلون ايضا علاقتكم قويه وايضا اصدقاء يغني لك. ربما انه انت ايضا انه يزيدك فرح وسرور انه هكذا فنان ايضا صار نجم عربي. هو يعني لو كان مجرد استئذان استئذان إنه ممكن هذا. ممكن بتليفون، يعني انت قلبك كبير. اذا تحياتنا لكل فنانين العراقيين، أكيد ودائما طبعاً. احنا دائما نقول هم زي مو غنى لك فنان عربي، نقول فنان عراقي، احنا كنا اخوان وكنا مطربين، وربما لا وصل غنوا لي عرب، غنوا عرب، بس انه لو كان من ما استئذن من عندك فنان عربي فكان بها وجه اخر. كنا اخوان، ودائما احنا نقول فنانين العراقيين هم عندهم نخوه وعندهم ضمير، وربما اكو عتب بيناتهم بس مو زعل، عتب. عتب. يا ماجد المهندس. استاذ محمود، شنو رايك بالاغنيه الشبابيه اليوم؟ شلون تشوف؟ يعني صار عندنا ما شاء الله عدد هائل، كم يعني هي تسميه الاغنيه الشبابيه هذه من المطربين. يعني برايي التسميه ما لها صحه، لانه هي الاغنيه الشبابيه موجوده، يعني منذ القدم موجوده، هي تغنى للشباب اصلا. اذا خلينا نقول المطربين الشباب يعني خلينا نقول الجدد على الساحه، الاجيال الجديده، خلينا او الاجيال نعم الجديدة. تكون افضل من مفردة الاغنية الشبابية. يعني انا اقول لك شيء واحد الحقيقة، يمكن انا ما سمعت الكل، لكن هذا ما يعني انه ماكو اصوات جميلة، حتما اكو اصوات جميلة. كل اللي اتمناه من عندهم انه ينتقون اعمال تتناسب مع سمعة العراق وفن العراق ورقي هذا الفن المتميز جدا في العالم العربي. لذلك يعني خلي تكون الأغنية خفيفة، حالة طبيعية، يعني ما احنا غنينا أيضا أغاني خفيفة وسريعة، يعني قاعد راقصة، لكن انتقاء المفردات ضرورية جدا يعني. واحنا ايضا نتفق وياك وأيضاً بهذا نتفق الموضوع، وياك. يعني احنا يهمنا انه نسمع الكلمة الحلوة. استاذ محمود، احنا اشتاقين نسمع شيء، شنو راح تسمعنا؟ إن شاء الله حبيبتي، هم نسمعكم شيء من أغاني اللي سجلتها قديما، فد موالي شيء صغير تفضل استاذ. كلنا شوق ان نسمع.
أسأل عليك أعلن من اللحظة هذه لا تجيني ولا أجيك. روح لا تسأل علي، ما أريد أسأل عليك. أعلن من اللحظة هذه لا تجيني ولا أجيك. الحياة وياك مرة والمشاكل مستمرة، بلوتك منك وبيك. روح لا تسأل علي، لا 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 لا, لا. تساهلت وياك لكن لا تظن اني سهل. تساهلت وياك لكن لا تظن اني سهل. اني اصعب منك انت بالكلام وبالفعل. أني أصعب منك أنت بالكلام وبالفعل. شفت نفسك فوق طاير لأن قالوا لك جميل. ليش أفكر بيك وأتعب وأنت حبك مستحيل. شفت نفسك شفت نفسك فوق طاير لأن قالوا لك جميل. ليش أفكر بيك وأتعب أنت حبك مستحيل. خلي يشفع لك غرورك يلي ما تعرفني زين. مثلك أنا هواية ألقى، أنت مثلي تلقى وين. روح 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 لا تسأل علي، ما أريد أسأل عليك. أعلن من اللحظة هذه لا تجيني، لا 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 أجيك. ويلاه يا ويلاه أنا وخلي وزماني. ويلاه يا ويلاه ما غزر حناني. ويلاه يا ويلاه أنا وخلي وزماني. ويلاه يا ويلاه ما غزر حناني. أنسوي يذكروني كانوا يلوموني. أنسوي يذكروني كانوا يلوموني. لو باقي بقلبك وفا ما كان تنساني. ايش لون تنساني، ايش لون تنساني. ويلاه يا ويلاه ما يدرون بي، ما يدرون بي. أنا البعد ما أدري العشق راح من ايدي، راح من ايدي. ويلاه يا ويلاه ما يدرون بي ما يدرون بي. أنا البعد ما أدري العشق ضاع
يسلم هالصوت. أمين. شنو هالإبداع؟ الله يخليك. الله يعطيك العافيه دائما، ودائما قلت انه يا رب يكون صوتك عالي مثل جبال كردستان العراق. طبعا عازف الجيتار أيضا ونشكر نوار، شكرا العزف الحلو. يا شكر خاص حلو الاستاذ أبدعت بالجيتار. حلو، صار في التناغم كلش حلو. ويله يا ويله من نار الشماتة، نار الشماتة بنادم بلا عزة نفس شلة بحياته، شلة بحياته. ويله يا ويله من نار الشماتة، نار الشماتة ندم بلا عزة نفس شلة بحياته، شلة بحياته. انسوي يذكروني كانوا يلوموني، انسوي يذكروني كانوا يلوموني. لو باقي بقلبك وفا ما كان تنساني، اي شلون تنساني، اي شلون تنساني، اي شلون تنساني. شكرا. هذا دويتو حصري على الاي يو سي من ستارز شو، ومرتجل ما مجهز له. الحقيقة هي صارت عفوية، هي الجملة اللحنية عجبته فصارت عفوية الشغلة. بس حلوة حلوة طلعت. نعم. أصبحنا احنا أصدقاء، وقريبا إن شاء الله راح أزورهم أنا لإسطنبول على مود أنفذ ألبوم جديد يعني. Diyor ki yakınlarda inşallah Türkiye'ye gidip yeni albüm çıkaracağım. Ve Murat Bey'le artık bir arkadaş olduk. Eline sağlık. Belki müzik veya şarkının sözlerini beğendiği olduğu için bana eşlik etti gitar çalmakta. İstanbul'a değerli dostumuz. Şimdi arkadaş değil dost olduk. Dostluk arkadaştan daha önemli. Çünkü biz müzisyeniz. Onu artık bir dostum olarak görüyorum. يقول راح اشوفه كصديقي بعد لان احنا اثنيناتنا فنانين. أكيد. Ve İstanbul'a geldiği zaman da elimden ne gelirse yardımcı olmaya hazırım. من يجي لإسطنبول راح اكون بانتظاره. مراد شنو اللي عجبك او شدك حينما غنى محمود انور؟ اللحن اللي خلاك انه شدك انه تاخذ العود مالتك الجيتار وتعزف ولا شنو؟ Murat Bey diyor şarkı mı seni etkiledi, sözü mü, müziği mi? Mahmut Bey'in söylediği şarkısı şimdi. Siz gitarı eline aldın. Çok güzel sıcak müzikleri var. يقول الأغنية كانت حارة يعني جذبتني. Melodiler çok güzel. İnşallah yeni albümde böyle güzel şarkılar bekliyoruz. يقول أغاني مالته كلش حلوة. إن شاء الله بألبوم الجديد مالته هم ننتظر منه هيك أغاني حلوة. إن شاء الله. ان شاء الله. Yeni albümünde para verip almak istiyorum. Öyle söyle. يقول ألبوم جديد مالته إن شاء الله يعني أريد أدفع فلوس وأشتري ألبوم مالته يعني ألبوم جديد مالته. حلو. توبة شلون تختارين أغنياتك؟ Beğendiğim zaman alıyorum dinleyerek. أسمعها إذا عجبتني آخذها. Yani benim için önemli olan melodisi. المهم عندي هي النغمة مالته. Bir de böyle çok aşığım, seviyorum falan şarkılar sevmiyorum. ما أحب الأغاني اللي هواية تدخل بالحب. Böyle bir konu anlatacak. Hani o konudan aşka geçecek. Yani konuyla aşkı birbirine benzetecek. يعني O يجي yüzden تعرض kaliteli. تعكس موقف حب بس مو هواية عميق. O yüzden Ne? kaliteli bestecilerle çalışıyorum. لذا فأتعامل مع فنانين. Bir tane okuyayım mı? أها حلو. يقول أغني لكم أغنية هسه. اي طيب أوكي. اكيد نسمع. نسمع.
استاذ محمود، طبعا يعني قبل نهايه وختام سهرتنا اللي استمتعنا بها جدا، نتمنى انه كل مشاهدينا استمتعوا ويانا. اريد بس سؤال صغير، ما راح نشوف من العائله محمود انور جديد؟ لا بالتاكيد، يعني حتما راح تظهر اصوات. عندنا مجموعه اصوات احنا بالاسره من الشباب اولاد اخواتي يعني. ان شاء الله يعني انا راح احاول ارعى كم واحد من عندهم، واذا ظهر لنا واحد خير من الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكر الى نجومنا اللي نورونا اليوم، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. سهره جديده تجمعنا وياكم ونجوم جدد، لكن الختام اليوم راح يكون مع النجم محمود انور. الختام راح يكون لك ان شاء الله، نقعد نتعاون بها كليتنا. ان شاء الله. تفضل مشاهدينا الى اللقاء. فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكه الحلوه، فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكه الحلوه، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، حبك بيا سوا، فدوى عينك فدوى حبك بيا سوا، فدوى عينك فدوى، فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة، فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، حبك بيا سوا، فدوى عينك فدوى حبك بيا سوا، فدوى عينك فدوى. عنك ما اتخلى وياك الاخر خطوه، يا ابو الضحكه الحلوه يا ابو البسمه الحلوه، فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة، فدوى عينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايم، حبك بيا سوا.